احنا عرفنا نجوزها في التربيه عندنا في الاحواض. وطلعنا منها البيبي بتاعها. ده تفريخ السنه اللي فاتت، يعني ده كده عنده في حدود 8 9 شهور. حطه هنا كده اهو. يعني ده ام دي نتايه، ودي برضه نتايه، ودوت وده ابنها الصغير. طبعا دي الحجم ده ياكل في الحجم ده ياكل المولود بتاع الفرس الصغير، بيبقى حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش، أنا اسمي أحمد شويبس. وطبعا كلنا عارفين إن قناة نجاح بلا حدود بتعمل الفيديوهات بتاعتها بناء عن مشاريع ناجحة أو نوع تجارة مربح. يعني أي حد من أسرة قناة نجاح بلا حدود اللي هو أنتوا طبعا، إحنا دايما بنحرص على الإفادة لأسرة قناة نجاح بلا حدود. وأسرة قناة نجاح بلا حدود يعني جمهور قناة نجاح بلا حدود. النهاردة هنتكلموا عن كيف تربي الثعبان. طبعا للناس الهواية أو للناس اللي هم التجار أو أي حد ناقصه معلومة. وطبعا معانا أستاذ أحمد السكندري أو أحمد اسكندر، وطبعا معانا يوسف برضو شغال مع أستاذ أحمد. والنهارده هنتكلم في حلقه ان التعليم محتاج ايه، او بشكل عام التربيه بتاعته تبقى ازاي. التربيه بتاعته تبقى ازاي يا استاذ احمد؟ كتربيه زعف عامه، الزعف بتنتمي من فصيله اسمها ذات الدم البارد. زعف ذات الدم البارد دي اللي هي يا ريت يوسف كده تجيب لنا برضه التعليم والكلام دوت. ايوه مثلا الزعف اكبر. ده بصوا الكبير ده فيه بصوا انت عمال بتجيب باللوكش. تمام. الزواحف بتحتاج درجه حراره عشان الجهاز الهضمي بتاعها بيشتغل. اي زواحف عامه، اذا كان اول سحليه، تمساح، تعبان، سلحفه. السحليه برضه نفس النظام، تحتاج درجه حراره معينه. تحتاج درجه حراره من اول 27 لحد 32. من 27 لغايه 32. يعني في الشتاء بتحتاج لمبه صغيره، لمبه الاوز اللي هي البيضه العاديه، الصفراء العاديه، عشان تديها حراره. لكن في الصيف بتبقى درجه حرارتها عاديه. بالصيف ما بنحتاجش اللمبه. لكن من غير اللمبه في الشتاء التعبان عندك مش هتاكل، اي زحف عندك مش هياكل في الشتاء. لكن في الحر ما بنحطلوش. ماشي. الزحف بنحتاج ان احنا نشمسها كل يوم. حسب النوع. لو عندك تعبان ممكن تشمسها 10 دقائق. لو سحليه، تمساح، اي حاجه ثانيه او سلحفه بتحط بالساعات. طب بالنسبه طبعا للاكل بقى، التعابين بتاكل اي فريسه صغير منها، اذا كانت طيور او قوارض او سحالي. بس احنا بنقدر نوفرها على طول اللي هي القوارض، عشان احنا عندنا مزارع منها. انا شايف ان ده لون وده لون تاني. طبعا يا جماعه احمد السكندري هيزود لنا شويه معلومات ما قلناهاش في الفيديو القديم اللي هو اول حاجه بنتكلم عن الزواحف بصفه عامه. الزواحف بصفه عامه بتنتمي لفصيله اسمها ذات الدم البارد. تمام. عامه بقى الزواحف اذا كانت سلحفه او تعبان او اي نوع من الزواحف، سحليه، برص، اي حاجه. تمام. طبعا الحلقه دي عن التعابين، فهنتكلم عن التعابين بس. التعابين بس في العالم عامه في 3600 نوع تعبان في العالم عامه. فاهمني؟ انا بوضح الحته دي عشان مش اي حد يشوف تعبان يقتله، يبقى عارف الفرق بين السام والغير سام. في العالم كله 600 نوع بس سام، دول اللي بيقضوا للقتل. طب احنا بقى خلينا في مصر. في مصر في حوالي 36 نوع. 36 نوع. في منهم بعضهم سام وفي بعضهم نصف سام وفي الغير سام خالص. السام ده اللي هو بيقضي للموت على طول. تمام. النصف سام بيأثر على البشر في حالة واحدة بس. إذا كان لو طفل صغير أو واحد مسن كبير أو واحد عنده مثلا قلب أو مناعته قليلة خالص. تمام. السم يأثر فيه بس مش هيموته. آخر سخونية. تمام. آخر سخونية مثلا ممكن ورم مطرح العضة بس ما يموتوش. احنا بنتكلم كده عن اللي هو النصف سام. النصف سام عنده أنياب خلفية هنا كده بتبقى ورا، لكن السام أنيابه بتبقى قدام. تمام. الأنواع السامة اللي في مصر في عندك الكبرى، وفي الحية الغريبة والحية المقرنة، الحية القرعاء، الحية الكاذبة، وبس. دي اللي حاليا الأنواع اللي في مصر دي السامة. تمام. أما بالأنواع اللي هي النصف سامة زي أبو العيون، زي مثلا أبو السيور الجداري، الأنواع دي بتبقى سمها على الفريسة بس.
على الفريسه بس. بالظبط. يعني العضه بتاعتها بتاثر على فريستها بس، ما او السم اللي هو بيديهوله بيتاثر على الفريسه. دول 9 انواع اللي هو النصف سام. طبعا بقى الانواع الغير سامه كتير في مصر، منهم الباحث الدودي، يعني في انواع كتير قوي في مصر غير سامه. عشان كده معظم الانواع اللي بتطلع لنا مثلا في البلد عند مثلا حد زراعي، او مثلا بتطلع لنا في البيت انواع غير سامه خالص، زي الارقم الصحراوي ده بقى موجود في الصحراء. الارقم البيتي ده معظم التعابين اللي بتظهر في البيوت، في الازرود المنزلي وفي الازرود الجبلي، دي انواع غير سامه خالص. يعني احنا دلوقتي يعني طبعا في حاجات ينفع ان احنا نربيها، وفي حاجات خطر ان احنا نربيها، ان احنا ما ينفعش ان احنا يعني نربيها. حاجه نصف سامه زي ده مثلا، ده ابو السيور، ده نصف سام. نصف سام بس يعني لو بس لو عضنا ما يعملش اي حاجه، وانيابه حاجه تافهه جدا يعني اهو. وري كده ما بيعملش اي حاجه، هو اصلا عايز يسيب، عضته ما بتعملش اي حاجه. طبعا يا جماعه انتوا زي ما انتوا شايفين كده، في تعابين ان احنا ينفع نربيها، وفي تعابين ما ينفعش ان احنا نربيها. فطبعا عايز اقول لكم احنا بنتكلم بشكل عام عن التعابين، وطبعا زي ما احنا قلنا في الحلقات ان دايما اي حد بيشوف اسعار احنا بنزحها على، يعني انا عايز اكد على المشوار ده. الاسعار دي بتبقى مختلفه من مثلا من فصل لفصل. يعني مثلا ابو السيور في الشتاء بيبقى سعره قليل، لان هو اصلا الموسم بتاعه شتوي. وممكن حد يتفرج على الفيديو بعد مثلا سنه، بعد شهرين، بعد شهرين، بعد ثلاثة. الحاجات دي طالعه نازل، فاهمني؟ ممكن تلاقي اسعارها في مره طالعه وتلاقي في اسعارها في مره نازله تاني. يعني بمعنى اصح يا جماعه، احنا عايزين نوضح ان السعر اللي بنقوله ده تقريبي، السعر اللي بنقوله دوت تقريبي، ممكن يطلع وممكن ينزل بالزبط. وممكن يفضل زي ما هو على حسب كده الفيديو عدى عليه قد ايه، علشان في ناس كتير دايما يعني في حاجات بيتفرج عليها وبتبقى غاليه وبترخص، فبيقولوا الناس دي مثلا بتبيع غالي، بتبيع الكلام ده. لا يا جماعه، احنا الحاجه بيبقى فيديو قديم، او مثلا ما بين فصل طبعا الصيف او فصل الشتاء. طيب احنا طبعا كنا بنوضح يعني الموضوع دوت، وبنزود لكم شوية معلومات في قلب الفيديو، وتعالوا نكمل فيديو تاني. ده اسمه ابو السيور، ده اسمه عشان فيه خطوط في ظهره زي ما انت شايف كده، في خط من اول الراس لحد الديل، فسموه ابو السيور، في سيور في ظهره. تمام. ده خضاري ديني، ده خضاري. ده اسمه ايه؟ خضاري. خضاري؟ اسمه خضاري. خضاري عشان الدكر بتاعه بيبقى لونه اخضر قوي. تمام. اوريك برضو الاكل بتاعه. الاكل بتاعه بياكل القوارض. الفار بياكل قد راسه 3 مرات. التعبان بياكل قد راسه 3 مرات. التعبان دوت ياكل الفار ده، وياكل كتكوت، ياكل حجم كتكوت، ياكل اكبر كمان. ده ياكل ده اكبر منه كمان سن. تمام. في مثلا الدساسه، ده اسمه دساس، او التعبان الساند بوا. عجبني قوي الشكل ده. الساند بوا من التعابين المميزه جدا في مصر، ومن احسن التعابين ومن اغلى التعابين اللي في مصر. زي ما حضراتكم شايفين كده. والساند بوا من التعابين اللي فرخناها في القصر، اللي احنا عرفنا نجوزها في التربيه عندنا في الاحواض، وطلعنا منها البيبي بتاعها. ده تفريخ السنه اللي فاتت، يعني ده كده عنده في حدود 8 9 شهور. حطه هنا كده يعني ده ام ده ام دي نتايه، ودي برضه نتايه، ودوت وده ابنها الصغير. طبعا دي الحجم ده ياكل في الحجم ده، ياكل المولود بتاع الفار الصغير، بيبقى حته لحمه حمراء صغيره كده. تمام. وممكن ما ياكلش حاجات حيه، ممكن ياكل حاجات صغيره. التعابين كلها بتاكل فرائس، ولازم تاكل فريسه قدامها حاجه بتتحرك. تمام. ممكن بس ده شكله مميز جدا يعني. شكله مميز جميل. ده يعني اغلى من اغلى منه. بعدين من التعابين الزيرو سم خالص، يعني مثلا التعبان ده او التعبان ابو السيور، التعبان نصف سام. تعبان نصف سام يعني نصف سام، يعني سمه بيأثر على الفريسه بتاعته بس. يعني مثلا لما يجي يعض الفار يخلي الفار يموت بسرعه كده، لانه مش من التعابين العصر زي ما حضراتكم شايفين كده. ده زيرو سم. تمام. بس تعبان عاصر. وهو بيهجم على فريسته، بيعصر الفريسه بتاعته. لكن ربنا ما وهبش التعابين دي خاصيه العصر، فبيديها نسبه سم بسيطه جدا في بقها، ما بتاثرش على الانسان خالص. تمام. بس بتاثر على فريسته، اللي هي تخلي الفريسه تموت في ايديها بسرعه، اللي هي ديت. دي او دي تعبان. في كذا نوع مصر فيها بتاع حاجه 30 نوع تعبان. في منهم جزء سام، في منهم جزء طبعا بيعيش طبعا في زي حوض السمك اللي انت بنعيش. بنحط حوض سمك، بنحط مصدر حراره، او ممكن علبه بلاستيك عادي. تمام. بنفرش ورق جرايد بحيث يبقى سهل في التنظيف. بنحتاج برام ميه صغير ممكن يعني عشان دوت طبعا بيعيش في تعابين بتعيش في الميه، وفي كده في تعبان نوع اسمه النرد المائي، بس هو مش متوفر معانا. النرد المائي بيعيش، بتحتاج تربيه شبه تربيه التمساح. تحط له جزء ميه جزء ميه وجزء ايه مثلا في الحوض. بتحط له كده وبينزل الميه برضه، بيطلع فوق تاني بياكل التعبان ده. لكن بقى طبعا في الصيف طبعا اوريدي يعني بيبقى الجو حر، مش محتاج حراره، بيبقى سهل تربيته جدا في الصيف.
لكن في الشتاء بتحتاج انك تحط له درجه حراره. ممكن عشان تامن تعبانك اكتر تغذيه كويس قوي في الصيف وتفصل عنه درجه الحراره، يخش حاجه اسمها بيات شتوي. يخش عندك البيت الشتوي، يطلع من البيت الشتوي يعني بيعمل كانه نايم، بينام طول الشتاء معاك. طول الشتاء بينام طول الشتاء معاك بحيث انك تحافظ على التعبان بتاعك. وبعدين البيت الشتوي بيحفظه على وما بياكلش يعني ما طول بياكلش. الشتاء. انت بتبقى مغذيه كويس قوي في الصيف. هو طول الشتاء ما ياكلش. بيفضل نايم لو حرارته قليله قوي. ولو اكله قل او الغذاء مثلا اللي في اكله قل وحس ان التعبان هيموت بيبدا بقى ايه يقلل نبضات قلبه. لحد ما يطلع من البيت الشتوي على سلام. طب التعبان دوت بيعملوا قلت لي كام؟ الدساسات ممكن مثلا حاجه زي طبعا حاجه نادره يعني. مش نادر. هو مش نادر بس هو بيبقى صعب في صيده لان ده بيبقى دافن نفسه في اعماق تحت قوي في الرمله. بيصطاد بحاجه اسمها شوكه، بيمشوا الشوكه دي في الرمله كده اهو ويقوم رافعينها مره واحده تلاقي مثلا ايه التعبان اتصادت منها، مش بيتصاد في كحول. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه اشكال والوان. طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل حاجه شكل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بياكلوا القوارض السحالي اي فريسه اصغر منهم. بالنسبه للفريسه ديت او الكتكوت الصغير او الحاجات ديت. طبعا الاشكال والوان التعابين وطبعا احجام. هات لنا كده يوسف شويه يعني هات لنا كده ايه كام تعبان كده اللي هي الحاجات الصغيره دي كده. طبعا بالنسبه لدوت يعني بياكل بقى طبعا ده ياكل فار صغير، ياكل فار يا دوبك لسه بدا يطلع شعر. ده ياكل يا دوبك ايه فار مثلا لسه مطلع شعر. عشان هي راسه زي ما قلت لك بياكل قد راسه 3 مرات. زي ما حضراتكم شايفين كده هو عنده حاله الهجوم على فكره يعني. لا هو خايف لان هو وسط حديث لسه من صوت حديث. لا والله يعني ده مش من انتاجك يعني. لا النوع ده ما حدش عارف يفرقها. اعرف الذكر من النتايه بقى مثلا من الديل الرفيع والمسحوب لورا بيبقى ذكر. التخين بيبقى نتايه. مثلا عندك ايه بقى ده عندك مثلا دي كده دي تعبانه دي ده تخين زي ما احنا شايفين كده. دي كده بنوته ده ذكر بيقولوا طويل مسحوب. اظن دي باينه جدا اهي. ذكر ونتايه بيقولوا فميل اللي هو ديله تخين بيبقى ده نتايه بتبقى نتايه واللي ديله مسحوب كده بيبقى ذكر. تعرف تميز الذكر من النتايه. زي ما حضراتكم شايفين كده شفنا انواع التعابين وطبعا طريقه التربيه بتاعتها. وطبعا كان معكم احمد شويبس واحمد اسكندر واحمد السكندري. وطبعا كان معانا يوسف مساعد احمد اسكندر. وطبعا اي حاجه في طبعا مهما اي مشروع او اي حاجه او اي للتربيه احنا اكيد في اسئله احنا ما جاوبناش عليها حتى لو ما كانش الحاجه ديت من عند احمد اسكندر. حتى مثلا لو صادف مع حد مثلا تعبان دخل له بيته او حاجه عايز اعرف مثلا تعبان سام غير سام بيقول لي بالوصف بقول له ده تعبان كذا ما تخافش يعني مثلا. يعني مش شرط احنا طبعا بنعرض المشروع. زي ما حضراتكم شايفين واي حاجه واي استفسار بنتصلوا باحمد اسكندر. وطبعا ما تنسوش لايك سبسكرايب لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.